سلام الله عليكم ومساء الخير. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. باش نحضروا هذه المعسلة نتاع رمضان إن شاء الله تعالى نحتاج المقادير التالية. طبعا عندي كيلة نتاع ججلانية كنت نقيتها وغسلتها وشيحتها طبعا. خليتها كيما راهي مش مرحية البنات. وضفت لها كيلة تاع الفرينة ماشي معمرة مليح وزدت لها نصف يعني كيلة ونصف نتاع الفرينة. طبعا هذه المقادير تقدروا ديروا كيلة نتاع هي الوصفة الأصلية يعني كما نقولوا كيلة ججلانية وكيلة فرينة. لكن أنا حبيتها مانيش حبيتها يعني فيها الججلانية بزاف فزدت لها نصف كيلة نتاع الفرينة يعني درت كيلو ونص نتاع الفرينة. لهنا درت الملح شوية فاني وقليل من القرفة وملعقة صغيرة نتاع الخميرة الكيميائية. أنا لهنايا تحذف ديال المقطع نعتذر منكم. نحركهم جيدا بهذه الطريقة حتى نشوف يعني المزيج تاعي باللي راهو تلم كامل يعني تخلطوا المكونات الجافة كامل مع بعضها. وراح نضيف كمية من الزبدة كنت ذوبتها وخليتها بردت قليلا نصف كيلة يعني نتاع الزبدة وصفار بيضاء. خلطهم جيدا بهذه الطريقة. راح نبسس الفرينة نتاعي مع المكونات الجافة كامل ومع الججلانية بهذه الطريقة هكذا. دوك نشوفوها نحسوا لها كأنها تبلت كامل يعني كأنها جارية يعني كأنها مبلولة بالماء. راح نحركها جيدا هكذا بهذه الطريقة. وبعدها راح نجيب نحتاج نصف كمية ولا نصف كيلة عفوا نتاع الماء. انا درت نصف الكيلة هذه درتها نص ماء ونص ماء الزهر وراني نضيف فيها يعني بشوية بشوية حتى تتلم لي العجينة نتاعي. طبعا ما نعجنوهاش لانها راح تولي من بعد فيها العلك يعني ورايحة تولي إلاستيك فما نعجنوهاش نلموها فقط بهذا الشكل. ماشي شرط يعني نكملوا الكمية هذيك نتاع الماء وماء الزهر حتى يتلم لي العجين لا انا راح نحتاج فقط باش يتلم لي العجين تاعي هذا مكان هكذا. جبتها لهنا بعد ما ارتاحت لي 20 دقيقة هكذاك. جبتها باش نطرحها طرحتها بهذا الشكل. طبعا ما نطرحوهاش بزاف حتى يعود البلون دو طرافاي تاعنا يبان لكن راح نطرحوها يعني بسمك قليل يعني رقيق هكذا. ماناش حنحطوها سمك خشين بزاف ومش رقيق خلاص يعني واحد 3 حتى 4 مليمتر مش كتر هكذا. جبت القطعة نتاعي هذه وراني نقص فيها على شكل مستطيل هكذا. من جهة أخرى أنا كانت عندي كرتونة يعني ولا ورقة ها هي قدامنا نتاع لاباتيسري هذيك قطعتها بشكل مستطيل هكذا حوالي 4 سنتيمتر وراني قطع فيها بهذا الشكل اللي رانا نشوفوه مع بعضنا هكذا. راح نشكل مستطيلات ثم بعدها مستطيلات أخرى يعني حتى نحصل على مربعات شكلها متساوي بهذه الطريقة. طبعا اللي عندها طابع تقدر تستغل الطابع نتاعها يكون شوية كبير برك باش ما يعيبكمش يعني كي تعودوا قاعدين تخدموا فيها ما تطولوش معاها بزاف هكذا. جبونس كانت الفكرة يعني واضحة هكذا. وهكا حصلت على المربعات متساوية. راح نبدا نشكلهم. راح نعدل الجوانب فقط بيدي وهكا ونتني طرفين يعني منا ومنا. الطريقة راهي واضحة جدا. واش هو لازمني نضغط على طبق الملتقى هذاك يعني نقطة الالتقاء اللي بيناتهم نضغط عليها جيدا والا رايحين يتحلوا لنا في المقلاة كي نعودوا رايحين نقليوهم عفوا هكذا. في كل مرة كنت ندير ونأكد على الضغط. أكدوا بزاف يا البنات على الضغط لأنه هو اللي رايح يخلي لكم الحبة نتاعكم يجي الشكل تاعها جيد هكذا.
نستمر مع العمل، نكمل العملية يعني مع جميع الحبات اللي عندي اللي بقاو لي. بهذا الشكل راح نحط الصحن تاعي قدامي وراح نشكل بطريقة سهلة يعني، طريقة أسهل مما تتوقعون يعني. بالنسبة للقطاعات تقدروا تستعملوا هذيك اللي تجي فيها تنين يعني، واحدة عادية واحدة مشرشفة. هي يعني المشرشفة أحسن، لكن أنا هذه اللي كانت عندي متوفرة خدمت بها فقط، وانتم لكم الاختيار واش تفضلوا. هذا مكان نجيب العجينة اللي بقات لي وراح نشكل بها القرنفلة هذيك اللي شفناها مع بعضنا. طبعا هذا كان شكل البابوش تاعنا بعد ما شكلناه. راح نطرح العجينة تاعي بنفس السمك اللي طرحت به الورقة يعني درت بها البابوش، وراح نشكل بالطابع هذا تاع السابلي. راح نشكل به دوائر، ثم بعدها راح نتني الورقة على النصف، مش على النصف يعني على النصف قد بعضها كامل، لكن وحدة زايدة على وحدة هكذا بهذه الطريقة. راح نغلق الجوانب هكذا، اضغطوا مليح فقط، ورايحة نحطها بهذا الشكل. طبعا من بعد راح يتقلاو، راح يحافظوا على الشكل نتاعهم، ما راح يصير لهم والو. انا لهنايا العجينة شوية رجعت لي، العجينة اللي عندي شوية فيها العلك يعني هكذا. هادو المعسلات يا البنات جاو يهبلوا يعني، رائعة رائعة، الذوق نتاعها فائق الجمال. وهادو المحلويات يعني المعسلات هذه نتاع رمضان كامل نعرفوهم، راهم ساهلين وبنان بالبزاف يعني القعدات الرمضانية يعني بعد ما يجيو يعني من التراويح. بعد ما نجيو التراويح نديرو هذيك السنية تاع القهوة نتاعنا ولا تاع الشاي، ونحطو هادو المعسلات مع زلابية. ويعني المعسلات تاع الرمضانية اللي على بالنا كامل بها كامل نعرفوها ما شاء الله راهي متنوعة. لأنا جبت البابوش تاعي راني نقلي فيه كما راكم تشاهدوا. طبعا ما تقويوش النار عليه المقلاة نتاعكم بزاف باش يطيبوا لكم يعني ما يتلهفوا لكمش، يطيبوا على خاطرهم يعني على راحتهم. وراح نحركهم ونقلبهم من حين الى اخر حتى ياخذوا لي التحميره المليحه اللي راني حابتها يعني. من جهه اخرى انا جبت العسل نتاعي وراني حطيتها في الاناء نتاعهم باش نعسلهم، اللي كنت ديجا حطيت فيه عسل بارد. والان جبت هذه القرنفله راح ايضا هي تاني راح نقليها على نار متوسطه كما البابوش بنفس الطريقه. طبعا انا هنا البابوش راني عسلته وخلصته وحطيته يستقطر في هذيك في الكسكاس يعني تاعي. راح نحمر القرنفله هذه جيدا، ركزوا لي عليها طيابها لانه في التنيات هذيك قادره تكون ما طابت لكمش مليح ولا تقعد لكم خضراء. على هذه قلت لكم نقصوا النار يعني ما تخليوهاش ما تقويوهاش عليها بزاف. والان راني هاو البابوش تاعنا عسلته وقطرته راهو في الكسكاس قاعد يقطر. وهذه القرنفله راني قاعده نعسل فيها، طبعا العسل ديال البنات بارد وما نزيدوا له حتى اضافات باش نحافظ على القرمشه نتاع المعسلات نتاعي لمده طويله. هاد الحلوية البنات تستحق اني نقدمها براسي مرفوع يعني، رائعه بالبزاف. هذه بالنسبه للتقديمات العائليه يعني كي ديري صحن واحد فريد. راح نشوفوا مع بعضنا ايضا تقديمات نتاع يعني تقديمات فرديه كي تحبي تقدميها مع كاس تاع الشاي. بالنسبة للتزيين نقدروا نضيفوا في البابوش ولا في القرنفلة هذيك بعض منا الكاوكاو ولا اللوز اللي يكون مقشر يعني نغرسوه في هذاك الثقب نتاع البابوش ولا نتاع القرنفلة، ويزيد بهاء وجمال في الوردة تاعنا وفي البابوش، ويكون شكل جميل جدا. وهذا التقديمات الفردية اللي قلت لكم عليها مع كاس تاع الشاي ولا فنجان من القهوة، وانتم جوزتوا سهرة رائعة. إلى هنا نكون وصلت معكم إلى ختام الفيديو، نتمنى أنه لا فيديو تاع اليوم نالت إعجابكم ورضاكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.